قصة غموض اختفاء الملكة نفرتيتي، لغز من قلب مصر القديمة. في أعماق تاريخ الشرق الأوسط، حيث تتشابك أسرار الحضارات القديمة مع رمال الزمن، تقف الملكة نفرتيتي كواحدة من أكثر الشخصيات إثارة وغموضاً في تاريخ مصر الفرعونية. عاشت نفرتيتي في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، خلال عصر الدولة الحديثة، وكانت زوجة الفرعون أخناتون، الذي يعتبر أحد أكثر الفراعنة إثارة للجدل بسبب ثورته الدينية. اسمها الكامل نفرتيتي يعني الجميلة قد أتت، وهو يعكس جمالها الأسطوري الذي خلدته التماثيل والنقوش، لكن مصيرها يظل لغزاً يحير العلماء حتى اليوم. لم تكن نفرتيتي مجرد زوجة ملكية، بل كانت شريكة في الحكم وكاهنة، وربما حتى فرعونة مؤقتة، قبل أن تختفي فجأة من السجلات التاريخية، تاركة وراءها أسئلة لا تنتهي. هل مات؟ هل تم محو ذكرها عمداً؟ أم أنها غيرت هويتها واستمرت في الحكم تحت اسم آخر؟ دعونا نغوص في قصتها الكاملة، مستعرضين تفاصيل حياتها، صعودها، واختفائها الغامض، معتمدين على الاكتشافات الأثرية والنظريات الحديثة لنجعل السرد أكثر شمولاً وإثارة. ولدت نفرتيتي حوالي عام 1370 قبل الميلاد، لكن أصولها تبقى محاطة بالغموض. بعض العلماء يعتقدون أنها كانت مصرية أصيلة، ابنة لوزير رفيع المستوى يدعى آي. وهناك نظريات أخرى تقترح أنها كانت أجنبية، ربما أميرة لمملكة ميتاني في شمال سوريا، أرسلت إلى مصر كجزء من تحالف سياسي لتعزيز العلاقات بين الممالك. في سن المراهقة، تزوجت نفرتيتي من أمنوتب الرابع، الذي غير اسمه لاحقاً إلى أخناتون، وأنجبت منه 6 بنات. لم يذكر أنها أنجبت أبناء ذكوراً، مما أثار تساؤلات حول وراثة العرش. كانت نفرتيتي تتمتع بجمال أسطوري، كما يظهر في تمثالها الشهير المكتشف في عام 1912 بواسطة عالم الآثار الألماني لودفيغ بورشاردت في ورشة النحات ثوتموس في تل العمرن. التمثال، المصنوع من الحجر الجيري والمغطى بطبقة من الجص الملون، يصور وجهاً متناسقاً مع عيون مائلة، أنف مستقيم، وشفاه ممتلئة، وتاج أزرق شاهب. هذا التمثال، الذي يحتفظ به الآن في متحف برلين، أصبح رمزاً للجمال الأنثوي في العالم القديم، لكنه أيضاً أثار جدلاً حول كيفية نقله إلى النيا دون إذن مصري كامل. مع صعود أخناتون إلى العرش حوالي عام 1353 قبل الميلاد، بدأت فترة العصر الأمرني، وهي مرحلة من التغييرات الجذرية في مصر. غير أخناتون الدين الرسمي إلى عبادة إله واحد، أتون، إله الشمس الممثل بقرص شمسي. كانت نفرتيتي جزءاً أساسياً من هذه الثورة، فهي لم تكن مجرد زوجة، بل كانت تظهر في النقوش ككاهنة تقدم القرابين إلى أتون، وأحياناً تصور بحجم مساو لزوجها، مما يشير إلى مساواتها له في السلطة. في النقوش الأمارينية، تظهر نفرتيتي مع عائلتها في مشاهد حميمة، تلعب مع بناتها، أو تقبل أخناتون. كما أنها ارتدت تيجانا ملكية مثل التاج الأزرق الطويل، وربما حملت لقب نفر رؤتون. بلغت قوتها ذروتها في السنوات الأولى من حكم أخناتون، حيث ساعدت في فرض ديانة جديدة، مما أثار غضب الكهنة التقليديين لآمون الذين فقدوا نفوذهم. ومع ذلك، بدأت المتاعب في السنة 12 من حكم أخناتون. ماتت إحدى بناتها، مكتات، ربما بسبب وباء اجتاح المدينة، واختفت 3 بنات أخريات من السجلات، مما يشير إلى وفاتهن أيضاً. كانت مصر تواجه تحديات خارجية مثل هجمات الحيثيين، وداخلية بسبب الثورة الدينية التي أضعفت الاقتصاد والجيش. هنا يبدأ اللغز الحقيقي. بعد السنة 12 أو 14 من حكم أخناتون، اختفت نفرتيتي فجأة من جميع النقوش والسجلات الرسمية. لا ذكر لموتها، لا جنازة، لا قبر معروف، ولا حتى نقش يشير إلى مصيرها. هذا الاختفاء المفاجئ أثار العديد من النظريات: الموت الطبيعي أو الوباء، الطرد أو المؤامرة، أو الصعود إلى العرش كفرعون. هناك نقوش تشير إلى فرعون يدعى نفرنفرؤتون حكم لمدة 3 سنوات قبل توت، وقد تكون هي. بعض الخبراء يعتقدون أن مومياء السيدة تشبه في وادي الملوك هي نفرتيتي. في عام 2015 اقترح نيكولاس ريفز أن قبر توت عنخ آمون يحتوي على غرف مخفية قد تكون قبر نفرتيتي، بناء على مسوحات رادارية.
كما أن بعض النظريات تربط اختفائها بصراعات داخلية مع الكهنة أو حتى محاولة انقلاب. رغم مرور أكثر من 3300 عام، يظل اختفاء نفرتيتي لغزاً يلهم الكتب، الأفلام والأبحاث. تمثالها في برلين يجذب ملايين الزوار سنوياً، ويثير جدلاً حول إعادته إلى مصر. في الشرق الأوسط الحديث، تعتبر رمزاً للقوة الأنثوية وتذكيراً بأن التاريخ مليء بالأسرار المخفية تحت الرمال. هل ستكشف التنقيبات المستقبلية عن قبرها؟ أم سيبقى مصيرها سرراً أبدياً؟ هذه القصة ليست مجرد تاريخ، بل هي دراما إنسانية تجمع بين جمال، السلطة والموت الغامض.